اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الكبير للموسم الثاني على التوالي. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى. طبعا معانا النهارده شخصيه جديده بحلقه جديده بكل حاجه. تعالوا مع بعض نتطرق للحلقه اللي معانا ونشوف ايه اللي معانا وهنعمل ايه. فاسألوا الأكوان عنا من نكون. انقضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام، صفحة فينا ستطوى كسنين من ركام. انقضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام، صفحة فينا ستطوى كسنين من ركام. أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. أعينا إذ تفرحين. لا لن يطول البعد عن نصري ولن نرضى بغير النور في الليل هدى. لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. الحقيقه الشخص اللي معانا النهارده هو شخص حكم تقريبا شبه الثلاث قارات الاساسيه. احنا بنتكلم عن سلطان البحر الاحمر، البحر الابيض، البحر الاسود، الاناضول، الرملي، ترمان الروم، ولاد ذي القدرية وديار بكر وكردستان وأذربيجان والعجم والشام ومصر ومكة والمدينة والقدس وكل بلاد العرب والعجم وبلد المعبر والقصر وبلاد تانية كتير قوي فتحها بإيده وبسيف. سليمان العظيم زي ما بيسموه في أدبيات الغرب، وكتير من المؤرخين بيعتبروا إن هو أعظم ملك عرفته البشرية. ضم لملكه أعظم العواصم في الثلاث قارات، أوروبا، آسيا وأفريقيا. السلطان ده هو السلطان سليمان القانوني. سليمان القانوني ضم الخلافة الإسلامية، والحقيقة دي زي أثينا وبلغراد وبودابست وبوخارست، القاهرة، تونس، الجزائر، مكة، المدينة، القدس، دمشق، بيروت، السلطانية، تبريز، بغداد، صوفيا، رودز وغيرها من العواصم. كان في بقى مؤرخ ألماني شهير قال عنه كان السلطان أخطر علينا من صلاح الدين نفسه. سلطان سليمان القانوني هو ابن السلطان سليم الأول، كان مجاهد مفيش زيه في تاريخ الإسلام، فتح بلاد وعمرها، نشر العدل، سن القوانين العثمانية العليا، وده أصلا كان سبب في تسميته القانوني. واللي ما تعرفوش كمان إنه رمم القدس على أعلى مستوى. ومش بس كده، لا ده حسن حال مكة والمدينة كمان. اكتفي بهذا القدر؟ لا ده عمر الطرق وأنشأ المدارس والمكتبات وغيرها. واللي ما تعرفوش بقى إن هو تولى منصب الخلافة وهو عنده 26 سنة. طبعا بقى الغرب والأعداء كانوا مفكرون اللي هو لقمة سهلة، ده حد عنده 26 سنة كده خلاص بقى ناكله بقى ونخش على الخلافة دي ونلغي الموضوع ده خالص. بس اللي ما يعرفوهوش واللي اكتشفوه بعد كده كان كابوس اسود ليهم كله. فتح مدينة بلغراد اللي حاول قبل كده محمد الفاتح ان هو يفتحها وما عرفش. من بعدها راح سليمان مع جيشه لجزيره روس اللي فيها فرسان القديس يوحنا واللي كانوا بيسببوا فساد وقتل للمسلمين. راح هناك عشان يدمرهم ويهزمهم في قلب الجزيره. في معركه مهاب لما الملك لويس الثاني قتل الرسول بتاع الخليفه العثماني، راح سليمان بنفسه بجيش مكون من 100,000 مجاهد عشان يأدب ملك المجر. وفي المعركه دي اتغلب المسلمين على الصليبيين وقتها وربنا نصرهم. الجيوش الصليبيه دي اللي كانت اتجمعت من المجر وكرواتيا واسبانيا والبانيا والمانيا واسبانيا والمانيا وصربيا، ولقوا في قلب سهل المجر خيانه جديده من الشيعه، والشيعه دول كانوا شيعه صفويين ودول كانوا بيعاونوا الصليبيين. السلطان سليمان القانوني استمر في الخلافه لمده 46 سنه لحد ما استشهد وهو بيجاهد في سبيل الله. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه. وبس كده، دي تكون نهايه حلقتنا النهارده. اشوفك الحلقه الجايه مع شخصيه جديده. لو انت مش مشترك في القناه اشترك، فعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى. وبس كده.